محتارة تعملي غدا ايه النهاردة؟ تعالي نعمل مع بعض احلى صينية بطاطس باللحمة المفرومة، سريعة وسهلة وطعمها يفتح النفس من غير تعب ولا مكونات كتير. القطعة تطلع معاكي ماسكة نفسها وطعمها في منتهى الجمال. يلا بينا نبدأ ونسمي بسم الله. هنحتاج كيلو من البطاطس. هنبدأ نقشر البطاطس وبعدين نغسلها كويس جدا وبعدين نقطعها زي ما انتوا شايفين كده مكعبات. انا الكيلو عمل معايا حبايتين من البطاطس. انا بقطعها مكعبات علشان تكون سهلة معايا في السلق وما تاخدش وقت كتير. بعد ما خلصت تقطيع البطاطس هبدأ احطها في الطبق علشان اغسلها كويس جدا، لانك لما بتغسلي البطاطس بعد التقطيع بيقلل نسبة النشا اللي موجودة في البطاطس، ده بيخليها ما تلزقش وتستوي احسن في الفرن. بعد ما غسلت البطاطس كويس جدا حطيتها في حلة على النار، وبعدين حطيت عليها رشة ملح ونزلت عليها بالمية السخنة، والمية السخنة هنا تكون مغطية البطاطس علشان تستوي بسرعة. نقطة مهمة، المية السخنة يا جماعة بتفرق، بتخلي البطاطس تدخل في السوا على طول وطعمها بيبقى احلى. بنعرف منين ان البطاطس اتسلقت؟ لما بندخل جواها شوكة او سكينة تدخل وتخرج بكل سهولة. هنا بقى هنصفي المية اللي على البطاطس وهنحط البطاطس في طبق خارجي ونحط عليها رشة ملح وفلفل اسود. بنبدأ نهرس البطاطس بالشوكة او الهراسة. في طاسة على النار، الطاسة تكون حامية جدا، بننزل عليها بنص كيلو من اللحمة المفرومة، من ربع كيلو لنص كيلو من اللحمة المفرومة حسب رغبتكم. الطاسة سخنة جدا، بننزل عليها باللحمة المفرومة من غير اي دهون ولا اي حاجة علشان اللحمة ما تنزلش المية وما يبقاش فيها اي زفارة. وهي اوريدي هتنزل كل الدهون بتاعتها. بنقلبها كده وبعد ما اللحمة بتغير لونها تماما بننزل عليها ببصلاية كبيرة متقطعة. بنقلبهم مع بعض كده حوالي 5 دقايق. لما بنضيف البصل بعد ما اللحمة تتحمر كويس جدا ده بياخد من طعمها، وده بيخلي الأكلة كلها طعمها خطير في حتة تانية. هنا بقى جه دور التوابل، رشة توم بودرة، رشة فلفل اسود، رشة ملح، ونقلب كويس جدا. هننزل بالفلفل، لو انتوا حابينها تكون سبايسي شوية ممكن تنزلوا بفلفل حراق، ونديها تقلبتين كده لحد ما الفلفل يدبل معانا. هنحتاج طماطمية مبشورة. انا هنا حطيت الطماطم اخر حاجة علشان اسيبها تتسبك كويس جدا مع اللحمة، واغطيها واسيبها على نار هادية جدا لحد ما تتسبك زي ما انتوا شايفين كده. كده حشوة اللحمة المفرومة جاهزة معانا. هنحتاج صينية ندهنها كويس جدا بالسمنة ونديها رشة بقسماط كويس جدا، يعني نغطي الصينية كلها من تحت بالبقسماط. هنقسم نص كمية البطاطس لنصين، النص الاولاني هنحطه في الصينية من تحت ونفرده كويس جدا في الصينية كلها. بعد ما فردنا البطاطس كويس جدا في الصينية هنحط في النص الحشوة ونفردها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. هنحط باقي كمية البطاطس ونفردها كويس جدا على الوش. ونديها برضو رشة بقسماط على الوش كده محترمة علشان تاخد لون ذهبي كده ومقرمش وتحفة. ندخلها فرن سخن على درجة حرارة 200. انا ما كنتش مشغلة الشواية، انا سبتها تاخد لون كده حلو مع بعضه
انا كنت مشغله الفرن من فوق وتحت، فهي اخدت لون من غير ما اشغل الشوايه. ونديها رشه من البقدونس اول ما تطلع من الفرن، وبس كده. شوفوا الجمال والطعامه وانتوا بتقطعوها، اصلا هتلاقوا القطعه طالعه كده متماسكه من غير ما تحطوا اي مكونات اضافيه، من غير بقى ما نحط نشا على البطاطس او اي مكونات تانية. هو الميكس ده خطير يا جماعه وتحفه ويتجنن في العزومات. جربوا الوصفة دي ومش هتندموا، سريعة واقتصادية وطعمها يجنن. ولو جربتوها قولولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل فيديو جديد. ومع السلامة يا حلوين، اشوفكم في وصفة جديدة.